هاي شباب، ازيكم عاملين ايه؟ انا الباشمهندس محمد عبد الله، ودلوقتي انا معايا الفيديو ده، وعايز اتكلم فيه على مفاهيم البيزنس اللي بيحتاجها اي داتا اناليست. وطبعا الحاجات ديت انا كنت في البدايه اول ما دخلت الموضوع ده داتا اناليست، ما كنتش عارفها. وطبعا بسمع ناس بتقول ريفينيو وناس مش عارف بتقول مارجن وناس. طب انا ما كنتش فاهم الحاجات دي، فكنت ببحث عنها على شات جي بي تي. فكان هو يقول لي كلام انا برضو مش عارف. اما جيت اتعرض للداتا الحقيقيه انا ما عرفتش اشتغل بيها. فقلت تمام، احنا نعمل داتا، اي حاجه بسيطه كده، وايه، ونشرح للناس المفاهيم عامه عمليه. اول حاجه بنسمعها هي الريفينيو. والريفينيو ده عباره عن ايه؟ ممكن يبقى شكلين. ممكن يقول لك في البيانات ان دي سيلز، خلاص السيلز هي الريفينيو. يا اما يقول لك ايه، ان مديك يونت برايس ويديك كوانتيتي، فانت تضرب الاثنين في بعض او تعرف الريفينيو. لان اصلا يعني اليونت برايس ده سعر الواحد. احسب ازاي بقى الريفينيو؟ عامه بص، انت هتقول له ايكوال سم كده، والله يضرب لي الكوانتيتي في اليونت برايس. يعني هتقول له اضرب لي A2 في B2 بكل بساطه كده، A2 في B2، وتقفل الدنيا دي وخلاص. تمام، هو عمل لك كده 500. طب انا عايز الباقي. خلاص يا باشا، انت بس هتعمل ايه؟ تسحب سهم كده وتنزل بيه لتحت. هو حسب لك ده كله. ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن الريفينيو، وده اللي انا الفلوس اللي دخلت لي. طيب هل الفلوس اللي دخلت لي دي كلها احطها في جيبي؟ لا، لسه في حاجات. في حاجات لازم تتخصم عشان اعرف انا مكسبي قد ايه. ايه اللي يتخصم؟ توتال كوست او الاكسبنس. توتال كوست. توتال كوست او الاكسبنس اللي هي مصاريفك. انت صرفت كام كماتيريال، يعني خامات وكده. اضرب اليونت كوست دي في الكوانتيتي. يعني تقول له كده ايكوال سم، اضرب لي والله C2 في B2. C2 في B2 بالشكل ده كده. فده اسمه ايه؟ ده اسمه التوتال كوست. انا الشغلانه دي كلها وقفت عليها ب50. اشتريت 25، كل الواحده ب20. فتمام، ده حسب لي التوتال كوست او الاكسبنس. انا لما رحت على الراجل بتاع الجمله عشان اشتري منه، وقف عليا الشغل ده ب50، فانا بعته ب500. انا جيت عملت ديسكاونت على اي حاجه، على الحاجات اللي عندي دي انا عامل عليها ديسكاونت. مثلا ديسكاونت 2%، 4%، 2.5%، 3%. طيب عايز احسب الديسكاونت فاليو ده كفلوس. ازاي احسبه كفلوس؟ والله بص، ايكوال سم كده. لا، انا ده اسمه ديسكاونت فاليو، معلش. ديسكاونت فاليو، القيمه، قيمه الديسكاونت دي كام. فوالله بص، هو 2%. يعني ايه 2%؟ يعني 2 على 100. انا عايز احسب الديسكاونت فاليو، اقول له سم الديسكاونت فاليو اللي هي دي 2 مثلا. دي 2 كده بالشكل ده، وتقسمها لي يا ريس على 100. حلو. طب بعد كده قدامك ان انت تضربها في الريفينيو، لان الديسكاونت طبعا اتخصم من ايه؟ من المبيعات اللي عندك. طيب اقول له والله بص، بعد ما تعمل القسمه دي اضربها لي في الريفينيو اللي هي F2، وتقفل القوس ده كده. طلع عندك الديسكاونت فاليو كام؟ واحد. 1/10 كده. طب بتقول له والله بص يا باشا، كمل لي بقى على الكل. طيب انت بتدوس كده دبل كليك، هو بيكمل بقى، هو ليك الباقي. انا بيحسب بيحط المعادلات قصاد كل واحده وخلاص، وهي تحسب لوحدها. طيب ده الديسكاونت فاليو. بعد كده في انا حسبت الريفينيو والتوتال كوست والديسكاونت فاليو، وفي حاجه مهمه. ايه هي؟ حاجه اسمها المارجن. المارجن ده هو هامش الربح. هامش الربح لما تيجي تطرح الريفينيو من التوتال كوست بس. يعني انت اللي دخلك بتشيل منه اللي انت صرفته على البيزنس، بدون بغض النظر عن الديسكاونت فاليو، وبغض النظر مثلا عن لو تكلفه نقل. لا، ما تحسبهاش معانا. هو بس ان انت بتطرح الريفينيو اللي عندك من الكوست اللي عندك. خلاص. فالمارجن عامه هي نسبه مئويه. فهتقول له والله بص ايكوال سم، وركز معايا انا عامل قوسين كده ليه بقى؟ عشان في حسبتين جوه هتحصل. ايه هو؟ بص يا عم الريس، المارجن عامه هو الريفينيو من التوتال كوست. سهله. يعني F2 ناقص مين؟ G2. طيب بعد كده فين الحسبه التانية؟ والله قلت لك اقفل القوس ده واقسمها لي على 100. ليه؟ كده يا باشا انت حولتها نسبه مئويه. خلاص. والمارجن انا عايز اعرفه كنسبه مئويه. فهنا طلع لي ان هو ب 4.5%.
تمام. كمل لي الباقي بقى. خلاص، 4.5%، هنا 20%، هنا 20، هنا 54.05%. ده كنسبة مئوية، ده مارجن. خلاص تمام. طيب بص يا عم الريس، انت بعد ما حسبت المارجن كنسبة مئوية، المارجن مهم مفيد لان ده هامش الربح. انت الناس بتقيس على المارجن ده كأنه هامش الربح بتاعك، مش هو اللي بيدخل جيبك في الحقيقة، بس ده بيعكس قوتك في السوق وان انت ما بتصرفش كتير وفي نفس الوقت بتحقق فلوس كتير. خلاص. في اخر حاجة عندي ومن الحاجات المهمة، هو مش اخر حاجة عامة لان في حاجات كتير، مصطلحات البيزنس كتير قوي. فالحاجات المهمة اللي انت بتعوزها كداتا اناليسيس او محلل مالي، ان انت تعرف البابا او البروفيت. البروفيت ده هو البابا اصلا بتاع الشغلانه. انا اصلا شغلتي كلها ليه؟ اعرف ارباحي قد ايه، مش عارف ايه اللي بأثر معايا في الارباح، اللي مش عارف ما بأثرش، هكذا يعني. طيب البروفيت ده هو حاصل طرح ايه؟ هو حاصل طرح الريفينيو من اي حاجه انت صرفتها. يعني ايه؟ يعني لو عندك توتال كوست شيلها من الريفينيو، لو عندك ديسكاونت فاليو شيلها من الريفينيو، لو عندك مش عارف شيبنج كوست تكلفه نقل شيلها برضو من الريفينيو، لو عندك مش عارف ايجارات شيلها من الريفينيو، لو عندك مرتبات عمال شيلها برضو من الريفينيو. فده اللي بيدخل جيبك في الاخر اصلا، ومحدش بيشاركك فيه، انت كصاحب بيزنس هو ده اللي بيدخل جيبك. فانت تحسبها ازاي؟ والله تقول له صم وتفتح قوس كده، شيل لي بقى كل حاجه يعني. اف 2 بقى، هتشيل لي اف 2 اللي هو الريفينيو من الجي 2. تمام. بعد كده من الاتش 2 برضه، ناقص اتش 2. ليه؟ لانه ما هو ديسكاونت، ما هو خصم، اتشال من فلوسي. فقول له ايكوال، لو في اي تكلفه تانية شيلها برضه. خلاص هو كده مظبوط تمام، الدنيا فل. تمام. قول له والله انتر، وبعدين يا باشا قول له اعمل لي ده بقى كله على كله. خلاص، فانت شد دي كده اهو، بس بالشكل ده. فده البروفيت ده اللي هيدخل جيبي في الاخر 2500. فهامش الربح اللي هيدخل جيبي كام؟ 1999. خلاص تمام. في حاجه اخيره عايزك تعرفها، وانا كنت قلتها في الفيديو اللي قبل كده، ان البروفيت عندك ممكن يبقى معطى مديهولك في الداتا وحاسبينه كتر الف خيره، بس في غلطات. ايه هي الغلطات دي؟ ان هو هيكون عندك بروفيت بالسالب. معنى البروفيت بالسالب يبقى دي مرتجعات. خلاص، ان ديت تتحسب ريتيرن. فانا مثلا لو عندي مثلا البروفيت دي، البروفيت دي عامه، اخترت دي. خلاص. وقلت هنا والله انا بص هضربها بس في سالب واحد. ليه؟ عشان بس انا افهمك حاجه. فانا دي بقت سالب، عندي البروفيت دي بقت سالب كده. اه طب انا عايز اخرجها بره كريتيرن. فتقول له بص، ده مثلا ريتيرن، انت مثلا تعمل ريتيرن، وده حاجه انا لازم بنبه عنها وقلتها في الفيديو اللي فات، اللي ما شافش الفيديو طبعا يشوفه. فهقول له ايه؟ ايكوال اف كده، اف ايه؟ ان لو البروفيت ده اقل من الصفر طلعه لي لبره. هتقول له ازاي كده؟ قول له بص، اف ان البروفيت، هو البروفيت ايه؟ واخد جي 2، لو اقل من الصفر طلع لي الجي 2 عامه يعني. هتقول له كده والله بص، لو اقل من الصفر طلع لي جي 2 قيمتها. حلو. طب لو مش اقل، تعمل فاصله، تقول له والله بص حط لي صفر، وتقفل كده. خلاص. طيب تعمل كده. طيب هنا مش اقل فطلع صفر، لان ده اكبر من الصفر، عدد موجب اهو. طيب بص، طب ركز معايا، شوف لما ارجع اعمل كده، هنا طلعها صح، طلعها كمرتجع. طب وهنا طلع صفر لان ده اكبر من السالب. طب بص هنا ما طلعهاش، طلع صفر. خلاص، ده الريتيرن. انت طبعا هتاخد الريتيرن دي كده عامه يعني، وتقول لي والله بص اضربها لي في سالب واحد، ورايح دماغك. بص كده ادي سالب واحد. ماشي يا باشا. خلاص. بس تمام قشطة. يعني انت مثلا هنا تقول له والله بص انا عايز ده كله اضربه لي في سالب واحد، عشان برضو ايه؟ يبقى كله يطلع بالموجب يعني. فده كده، وكده صلح الغلط عندي، والدنيا بقت فل، وكل حاجة بقت مظبوطة. وكده بيبقى احنا عرفنا المصطلحات بتاعت البيزنس عامة يعني، اللي بنحتاجها كداتا اناليسيز وتحليل مالي والحاجات دي كلها. اشوفكم في حلقات تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.